السلام عليكم يا رجاله، ازيكم؟ النهارده هنتكلم في موضوع مهم جدا وهوريكم الفرق ما بين البوزيشن واهميتها ودرجتها، الفرق ما بينها في الام ام اي وما بين الجيجيتسو. عشان كده انا قبل كده كلمتكم قلت لكم لعبه الام ام اي يا جماعه لازم تلعبوا ام ام اي اكتر علشان تبقى دماغك دايما بتتحرك وبتاخد قرارات سريعه عن طريق الام ام اي. لان مثلا لازم تبقى انت عارف ان الجيجيتسو مثلا ليها 4 بوزيشن مهمين جدا. اول واحد البوزيشن الاولاني ان انا ببقى في السايد كنترول، تمام؟ يبقى ده البوزيشن الاولاني. البوزيشن الثاني ان انا ببقى في الماونت، تمام؟ البوزيشن الثالث ان انا ببقى في الهاف جارد، ده اسمه هاف جارد لما بيكون هو مدخل رجله جوه. البوزيشن الرابع ان انا بكون واخد الباك. لو احنا بنتكلم بيور جيجيتسو، احسن بوزيشن ان انت دايما تبقى واخد الباك. هنا في الجيجيتسو هدفك الاساسي هو السبمشن او الاخضاع، لكن انت لما بتكون بتتكلم كام ام ايه فانت هدفك اكتر الضرب، ان ضربه واحده حتى هم دلوقتي دايما بيشرحها كمبدا تغير واحد من حزام اسود لحزام بني، ومن ضربه ثانيه تخليه من حزام بني لبيربل، ومن بيربل لبلو، ومن بلو لوايت. يعني كل ضربه بتاخد كتير جدا من خصمك، فاحنا هدفك الاساسي ان انت تكون دايما بتضرب، والسبمشن هو دايما هدفك الثاني مش هدفك الاساسي. فده بيخلي ان في البوزيشنز اكتر اللي بتديني كنترول ان انا اخلي ايدي فري، فده بيخلي دايما ان انا عندي اولويه للهاف جارد. لان انا دايما لما انا ببقى من هنا واخد الهاف جارد وعرفت ان انا اخد رجليا من هنا واقعد على رجله دي من هنا، فانا دايما ببقى من هنا وحاطط وزني، انا بعرف هنا لو عرفت اقعد عليه من هنا كده انا هنا دي شغال. هنا يوسف هيحاول يهرب ومن هنا بوم يوسف يحاول يهرب، بنزل تاني انا من هنا وبضرب. نفس الكلام لو عرفت اطلع على الماء، حاجه مهمه جدا ان انا دايما ارمي وسطي لورا ورجليا لورا. يعني انا لو انا هنا شغال وهنا بضرب. طيب نفس الكلام يا جماعه من الناحيه الدفاعيه. يعني احنا لو بنلعب جيجيتسو وانا قاعد في البوزيشن دي، تعالى انت جوه الكلوز جارد، انا هنا في الجيجيتسو انا هنا اصلا انا اللي عندي نوعا ما نوع من انواع التفوق. لكن واحنا بنلعب امام ايه دلوقتي اللي بيحصل بوم بوم ضرب بوف، ضربه واحده ممكن تخلص الفايت. فهدفي الاساسي في الوضع ده ان انا اقوم اقف، وانا من هنا انا هدفي الاساسي ان انا دايما ابقى بحاول ان انا بكرييت فريم وبحاول ان انا اهرب. هو ده الاول حاجه انا عايزك تبقى فاهمها، ان انت لو بتلعب جيجيتسو حاجه وبتلعب امام ايه حاجه ثانيه، الاوبشن بتاعك هتختلف. وحتى الكلام ده بيجي في موضوع السبمشنز. لو دخلت على الاحصائيات مثلا في اليو اف سي او دخلت على احصائيات عامه بشكل عام، هتلاقي ان هم 5-6 سبمشن اللي هم بيشتغلوا في الام ام اي. رير نيكد شوك لو ان انت تخنقه من ظهره، الارم ترانجل رقم 2، ساعات شويه كيمورا، ساعات ارم بار، كل الكلام ده بنسب اقل بكتير. فانت بتعرف في الاخر وبتفهم ان هو ايه الحاجات اللي بتشتغل وايه الحاجات اللي بتشتغل معاك في الام ام اي بشكل كويس. فالفيديو النهارده هو انتروداكشن او حاجه مقدمه بشكل مبدئي ان هو يحاول يفهمك الفرق ما بين الجيجيتسو وما بين الام ام اي. رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان اللي جاي هيبقى اجمد بكتير. السلام عليكم.